حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كده دايما معانا بخير وبسلام. وبشكر كل حبايبي اللي شرفونا في القناه جداد، وبشكر كل اللي بيكتب تعليقات كويسه. اللي مشتركش بقى في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصلوا كل جديد مننا. النهارده حبايبي جاي لكم بوصفه جديده حلوه وجميله واقتصاديه في نفس الوقت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه المسقعه البلدي اللي هي العاديه اللي بنجيبها من بره دي، المصريه الاصيله دي. اول حاجه معانا ايه؟ معانا البدنجان متقطع ومتخرط شرايح. واهم حاجه في البدنجان عشان ما يشربش معاكي زيت تحطي عليه رشه دقيق. رشه الدقيق دي بتفرق جدا ان هو ما يمتصش زيت كتير معاكي في القليه. ومعانا طماطم متقطعه طرنشات صغيره، قطع صغيره. ومعانا عباره عن معلقتين توم مفروم، وبصلايه مبشوره، وفلفل متقطع حلقات صغيره. عايزه تحطي بارد، عايزه تحطي حامي، براحتك حسب ايه ما بتحبي يعني. ومعانا هنا البهارات بتاعتنا، معانا معلقه كزبره، معلقه شطه، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر. يلا كده حبايبي نسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه هنشغل البوتاجاز عشان ايه؟ نقلي البدنجان بقى بتاعنا. هنسمي الله كده ونبدا معاكم. طبعا انت بيبقى النار بتاعتك وسط عشان ايه؟ الحاجه بتاعتك ما تتحرقش منك بسرعه، تاخد وقتها في السوا كده وتبقى كويسه. وزي ما قلت لك اهم حاجه في البدنجان رشه الدقيق، وتبداي كده ايه؟ توزعي رشه الدقيق على قد ما تقدري في البدنجان بتاعك كله. ليه بقى؟ علشان ما يمتصش معاكي زيت كتير، تلاقيه يطلع كده حلو ومستوي ولونه كمان ما يغمقش. الدقيق ده بيساعد ان اللون بتاع البدنجان بتاعك ما يغمقش، يطلع حلو، لونه فاتح وحلو ومش محروق ومش شارب زيت، وفي نفس الوقت لونه ما يغمقش. تحاولي كده ايه؟ تخلي معلقه الدقيق اللي انت حطيتيها كده تتشرب في كل البدنجان بتاعك معاكي. اول بقى ما تلاقي الزيت يسخن كده تسمي الله وتبداي ايه؟ تنزلي بالبدنجان بتاعك. وزي ما قلت لك تبقى النار وسط علشان ايه؟ البدنجان بتاعك يطلع مستوي وجميل، ما يتحرقش منك ويبقى في نفس الوقت ايه؟ ني مش مستوي. وعلى قد ما تقدري وانت بتقطعي البدنجان بتاعك تحاولي توازني الحلقات بتاعته، تبقى كلها سوا واحد وقد بعض. علشان ايه؟ علشان يعني ايه؟ يطلع كله في سوا واحد، ما تلاقيش واحده استوت معاكي والتانيه ما استوتش، لا يطلع كله سوا واحد. تبداي كده تريحي البدنجان بتاعك والنار بتاعتك وسط كده. بقى هنقلي البدنجان، وبعد كده هنبدا بعد ما نقلي البدنجان هنبدا نقلي الفلفل. وبعد كده هو بعد ما البدنجان بتاعك يتقلى تحطي الفلفل يتقلى، وبكده بقى ايه؟ تكون حاجتك كلها كده ايه؟ خلاص. يبقى فاضل معاكي بقى ايه؟ التسبيكه بتاعت المسقعه بتاعتك. تطلع ان شاء الله كده حلوه وجميله وبالف هنا وشفا على قلوبكم مقدما. يعني اكله حلوه واقتصاديه ومن غير لحوم ولا اي حاجه. انت بتعملي كده ومع شويه بطاطس محمره، فاهمه، مع حته جبنه قديمه متقطع عليها طماطم شرايح، هتبقى اكله حلوه واقتصاديه وفي نفس الوقت ايه؟ مشبعه، وهتبقى حاجه كويسه برضو. يا ريت بقى كل اللي بيشوفنا كده في القناه ان شاء الله كده يدعمنا كده باللايكات والتعليقات والاشتراك عشان القناه تكبر بيكم كده، عشان تشوفوا وصفات احسن واحسن وعيلتنا تكبر بيكم كده. واللي عايز اي وصفه جديده او عايز اي حاجه جديده يكتب لنا في التعليقات، ان شاء الله نبقى نتابعها معاكم، يعني نعملها في القناه باذن الله. تبداي بقى كده ايه؟ واحده واحده كده تشوفي السوا بتاع البدنجان بتاعك، واحده واحده كده تبداي ايه؟ تقلبي البدنجان بتاعك على الوش التاني. زي ما خليتيه كده يتشمع من تحت يتشمع من فوق، بحيث ان انت تضمني سواه، ما تسيبوش يبقى محروق من تحت ومن فوق يبقى مثلا فاتح. لا، اول باول كده تقلبي فيه عشان يطلع كله سوا واحد ونفس اللون، يديكي اللون الحلو الفاتح الحلو. ومعلقه الدقيق زي ما قلت لك هتساعده ان هو ما يشربش زيت كتير، وفي نفس الوقت مش هيغمق منك، يعني مش هيطلع البدنجان محروق ولا غامق ولا الكلام ده كله. يا حبايبي
هنكمل انا حبايبي بقى بقيه قليه البدنجان عشان ما اطولش عليكم، ونرجع مع بعض تاني. بصوا كده حبايبي بقى، احنا كده قلينا البدنجان كله كده، وقلينا معاه شويه فلفل. انا عملت الفلفل عشان كمان ما اطولش على حضراتكم، خلصت كل الكميه. بصوا كده، بصوا السوا بقى بتاعه ولونه فاتح ازاي معاكي وما شربش معانا زيت كتير. دلوقتي بقى هنبدا معانا بقى حله كده، هنبدا نحط شويه زيت صغيرين، شويه زيت صغيرين هيتحطوا في الحله علشان هنبدا بقى ايه نشوح البصله بتاعتنا. نحط شويه زيت صغيرين مش كتير، حبه صغيرين قوي، وهنبدا ايه نشوح البصل بتاعنا معاكم على النار. هنبدا كده نسمي الله ونولع النار. هنبدا حبه الزيت كده تعمليهم كده في الحله، حطي زيت كتير يعني كل ما تكون كده عشان تبقى خفيفه، تاكلي منها ما تحسيش ان انت تعبانه او ايه او حاميه عليكي او كده. تبداي بقى ايه اول ما الزيت يسخن شويه معانا، بدا كده الزيت يسخن، تسمي الله كده وتنزلي بمعلقه الثوم المفرومه من معلقه لمعلقتين كبار يعني. تبداي كده تنزلي معلقه الثوم بتاعتك. تبداي ايه كده تشوحيها معلقه الثوم بتاعتك كده الحلوه بس كده. اول ايه تقليبه كده، اول ما تحسي تشمي ريحتها كده تبداي تنزلي البصله، بصلايه متقطعه او متفرطه شرايح صغننه او مفرومه كده قطع صغيره، تنزلي بيها ايه على الثوم بتاعك. تبداي بقى ايه تشوحي البصله مع ايه مع معلقتين الثوم الكبار اللي انت حطيتيهم مع البصلايه اللي هي متقطعه قطع صغيره او مفرومه في الكبه، مفيش اي مشكله. تبداي كده تشوحيها على النار، تمزجيهم كده في بعض لغايه اما ياخدوا اللون الذهبي الحلو. تبداي كده تديك كده في التقليب كده عشان كله ياخد نفس اللون، ما فيش حاجه تتحروق منك، لا كله ياخد نفس اللون الذهبي ده الحلو يعني المكرمل. ما تغمقيش البصله قوي يعني، مش هنحرقها، لا احنا ايه هنديها لون كده فاتح حلو بحيث تدينا الريحه. بصوا بقى ريحه البصل بقى مع الثوم بقى، ريحه بصراحه تحفه تجوع يعني، جميله، اكله جميله قوي بصراحه والكل بيحبها يعني. هكمل انا تشويح البصله يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم وهرجع لكم تاني. بصوا كده حبايبي، احنا شوحنا البصله مع معلقتين الثوم الكبار المفرومين، وهنبدا كده نسمي الله وننزل بالطماطم اللي متقطعه قطع صغيره. هنبدا كده ننزل الطماطم مع الثوم والبصل. بصوا بقى الريحه طالعه جميله. بقيت كده تنزلي الطماطم بتاعتك مع كل البصل والثوم المفروم. بصي الطماطم بقى تبدا ايه تنزل ميتها. هنبدا بقى نحط ايه شويه ملح علشان تساعد الطماطم انها تنزل ميتها، تعمل زي ايه صوص كده حلو يساعدك في التسبيكه بتاعتك، انت طالعه متسبكه كده وحلوه. وهتبداي بقى تنزلي بالبهارات اللي قلت لك عليها اللي هي معلقه الشطه، معلقه الكزبره، معلقه الكمون، معلقه الفلفل الاسمر. هنبدا كده ننزل بايه بالبهارات اللي عندنا. وهتبداي ايه تقلبي كده تقليبه ايه خفيفه. تمام. تبداي بقى كده تقلبي. بصي الطماطم هتبدا ايه تبصي تلاقيها نزلت ميتها كده، دي بقى ايه الطماطم تبدا تستوي وتنزل في ميتها، ده ايه التسبيكه بقى بتاعتك. هتبداي بقى تساعدي الطماطم من القطعه دي مع شويه الميه اللي نزلت منها. بصي ما يقرب بربع كوبايه ميه صغيره، ربع كوبايه يعني مش كتير، اللي هي تساعد الطماطم ان هي تستوي وتبدا تتهري كده معانا وتنزل الميه بتاعتها اللي هي هيبقى ايه التسبيكه بتاعتك الحلوه بتاعت المسقعه الجميله بتاعتنا دي الحلوه النهارده. بصوا كده حبايبي التسبيكه بتاعتنا اهي، بصوا بدات تتسبك كده معانا ازاي. اول بقى ما تسبيكتك كده الحيطه تطلع وتبقى متسبكه كده وجميله وتحسي ان الطماطم مستويه معاكي، تبداي تنزلي بالفلفل المقلي
والبدنجان المقلي بتاعك في الصلصه بتاعتك واحده واحده كده ياخد غلوه مع التسبيكه الجميله دي، عشان تاكلي بقى احلى مسقعه بقى كده. ناكله ايه احلى مسقعه. تبداي بقى كده تنزلي بالبدنجان بتاعك الحلو اللي انت قالياه واحده واحده كده مع بعض، والفلفل ياخد غلوه كده مع التسبيكه الحلوه بتاعتنا دي، ياخد بقى من ريحه وطعم التسبيكه والبهارات اللي احنا حاطينها وكل الكلام ده، عشان بقى ايه تاكلي احلى مسقعه في الدنيا. بصي بقى، بصي الجمال كده. ايه هنحط كده بقيه الفلفل بتاعنا. بصوا كده حبايبي، بدأ بقى كده اول ما نزلنا بالبدنجان بتاعنا والفلفل، بصوا بتتسبك ازاي، تبدأ تبقبق كده معاكي وتعمل احلى تسبيكه. سيبي بقى البدنجان بتاعك كده تغطي على الحله، تسيبيه يغلي غلوه كده او غلوتين بكتير، وتبدأي تدفي على المسقعه بتاعتك وتبدأي تغرفي. بصوا حبايبي بقى كده خلاص، هي بقى خلاص اتسبكت معانا، وبدأ البدنجان كده خلاص شرب من طعم التتبيله وشرب من الصلصه الحلوه بتاعتنا دي. هنبدأ بقى حبايبي نغرف في الطبق مع بعض. وبكده حبايبي تكون المسقعه بتاعتنا استوت وبقت احلى مسقعه في الدنيا وريحتها قلبة الدنيا. بصي الجمال بقى، وبصي البدنجان حلو ازاي وما اتهراش معانا، والفلفل جميل كده فيه. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، ويا رب تكون وصفتي عجبتكم. واللي مشتركش بقى في القناه يشترك عشان ينضم كده فرد من افراد اسره عيله القناه وصفه ومعلومه. نزيدوا بيكم كده ونتشرفوا بيكم وبوجودكم معانا، وان شاء الله كده نشوفكم في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.